السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ النهاردة هنعمل وصفة التجاعيد، لان الوصفة دي بصراحة كذا حد بعت لي على البرايفت هناك ان احنا محتاجين وصفة للتجاعيد، وبعد كده هعمل وصفات تفتيح وسكراب للبشرة وحاجات كتير. بس احنا دلوقتي في وصفة التجاعيد. مكونات بسيطة جدا 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 وفي اي بيت سهلة قوي، مفيش حاجة مكلفة قوي. تمام، يلا بينا نشوف الوصفة مقاديرها ايه ونطبقها مع بعض ونشوف النتيجة. يلا بينا. مكونات الوصفة يا جماعة بسيطة جدا جدا. اول حاجة دي معلقة كبيرة خميرة فورية او خميرة باودر. ما عندكيش خالص ممكن خميرة بيرة اللي هي بتاعت العجين. تمام، دي معلقة كبيرة ماشي اهي، هي بتبقى كده بالظبط. وعليها مية ورد. مية الورد دي بناخد برضو نفس المعلقة اللي انا عايرت بيها، باخد مية الورد، باخد معلقة اهي كبيرة. لو احتجت تاني هزود، بس لسه في سوائل هحطها. خلاص كده. مية ورد اي نوع يا جماعة، بيتباع في الصيدلية، بيتباع عند العطار، اي حتة. خلاص. ودي بياض بيضة كاملة، بياض بيضة كاملة. تمام اهو. بس كل اللي عليكي بقى ان انت بتخلطيه بالراحه قوي. لازم تخلي الخميره تمتزج مع البياض البيض وميه الورد. هو بس ايه، بياض البيض طبعا بيبقى يعني في كلكعه شويه كده، فانت بتقعدي ايه تضربيه جامد لحد ما يختلط جامد قوي فيه كده يا جماعه. بنخلطه جامد قوي قوي بالشكل ده. تمام اهو كده بقى جاهز ان احنا نطبقه على البشره. يلا بينا بقى نشوف ازاي هنطبقه على البشره. اهو يا جماعه كده الماسك اهو كده بقى جاهز. انا بس خايفه يقع عشان هو بيبقى سايل شويه. كده بيبقى جاهز ان احنا ايه نستخدمه على طول. طبعا البشره مش عليها اي حاجه، انا غسلت وشي مش عليها اي ميك اب ولا اي حاجه خالص، وبتغسلي وشك كويس جدا بالغسول بتاعك عشان تتاكدي ان وشك نظيف. تمام، وبتطبقيه كده، بتحطيه على وشك. الماسك ده يا جماعه حلو قوي للتجاعيد، الخطوط الرفيعه. ما عندكيش فرشه زي دي على فكره ممكن تعمليه بايدك عادي جدا. يستحسن طبعا تعمليه في الحمام علشان هو بيبقى سايل فالدنيا بتتبهدل. تمام. طبعا انا ايه برضو مش متحكمه قوي عشان البندانه، بس انتي لما بتبقي في البيت بتبقي الموضوع اسهل لك بكتير. طبعا بتحطي على الرقبه كمان، لان هو مش بيتشال كده يعني، احنا بس بنفركه. تمام. في برضو حاجه يا جماعه عايزه انا اقول لكم عليها، البشره الدهنيه او اللي فيها حبوب يستحسن ما تستخدمش اي ماسك بيتشال بيتقشر بالشيل كده. انت كده بتعملي التهاب للبشره شديد قوي، والالتهاب ده بيخلي الحبوب تطلع اكتر، بتبقى زياده. المفروض ان انت اي ماسك حتى لو هتطبقيه على وشك بيتشال افركيه، ما تشيليهوش. دي للبشره الدهنيه والمختلطه. تمام اهو. انا كده حطيت على كل وشي. حطوه يا جماعه في الحمام عشان الدنيا انتوا مش متخيلين يعني بقت بهدله. قربيه شويه، مش قوي للعين. تمام، يعني انا مش بقرب قوي لمنطقه العين، شويه يعني كده. المنطقه دي يا جماعه اكتر منطقه ضعيفه جدا. خلاص انا قربت اكله ما تخافيش، هو بيبقى سايل كده ما بيبقاش جامد لان هو بعد كده هينشف. بس كده انا كده هستنى لحد ما ينشف تماما وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد الماسك ما نشف. بصوا انتوا شايفين هو، بس دي قطعة من الخميرة. بصوا شايفين، انا مش قادرة طبعا اتكلم. الماسك ده يعني ايه لازم ينشف جامد جدا، ما ينفعش تضحكي او اي حاجة، لازم وشك يبقى فلات عشان هو بيعالج الخطوط اللي في الوش. تمام. هنبتدي نعمل ايه بقى، تبتدي تفركيه كده اهو عشان ايه يطلع اهو كده اهو. بس تشققيه كده اهو، اعملي بس كده عشان ايه الاول الدورة الدموية تدخل وشك.
اهي تبتدي تتحرك في وشك، وبعدين احنا هنروح نغسله. هو كده كده مش هيتفرك اساسا، بس تعملي كده اهو. خلاص كده تشدي بس وشك كده، بصي اهو، تشدي كده ناحية حواجبك مثلا، تشدي لفوق كده اهو، واجي كده اشد كده اهو. خلاص كده اهو اهو. خلاص اهو، عملت كده ولسه الماسك على وشي. هروح بقى اغسله بميه فتره. الاول ميه فتره دي يعني لا هي دافيه ولا هي ساقعه، متوسطه، ميه من الحنفيه عادي. خلاص كده هغسله كويس جدا وارجع لكم تاني. انا كده غسلته خلاص تمام. لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه او زي حالاتي يعني معرضه للحبوب، بلاش بعد الغسيل دايما تستخدمي الفوط نهائي. مناديل وطبطبي كده تمام. دي للناس اللي بيطلع لها يعني بشرتها معرضه للحبوب وبيطلع لها حبوب بكتره يعني وبشرتها دهنيه قوي. الفوط بتنقل الحبوب تاني في البشره كلها. وكمان المنديل اللي خلاص بتستخدميه مره وبترميه. الفوطه ممكن تستخدميها كذا مره، او لو انت تستخدمي فوطه كل مره، بس يعني مش لوجيك يعني ان انت كل ما هتغسلي وشك هتستخدمي فوطه وترميها، فالمناديل اسهل تمام. دلوقتي بقى نعمل حاجه تخلي الوش ايه، الدوره الدمويه تجري فيه اكتر، اللي هي ايه بقى؟ بروح جايبه تلجايه تمام، وبمشي على وشي كده اهي. دي بتكمل ان البشره تتشد اكتر، وكمان بتحفز الكولاجين في البشره، وكمان بتخلي البشره مشدوده ونقيه جدا، وكمان بتنشط الدوره الدمويه، وبتقفل المسامات لان احنا عملنا برضو الماسك الجامد على البشره. وبتحفز الدوره الدمويه جدا في البشره تمام. في برضو حاجه ممكن تعمليها حلوه جدا، ان انت هتجيبي ميه الورد وهتحطيها بدال بتاعه التلج اللي عندنا في كل بيت، دي هتحطيها وهتتلجيها ان هي تبقى مكعبات تلج. ميه الورد دي لطيفه جدا، هتمشي بس كل يوم كده بقطعه تلج من ميه الورد، ممتاز، حاجه تحفه تحفه تحفه. او لو مش عاوزه تحطيها كقطعه تلج، حطي ازازه ميه الورد نفسها في التلاجة وخدي منها كل يوم كده، ماشيه على وشك بتفتح، ويعني تونر ممتاز. بعد الغسول مثلا او بعد اي ماسك امشي كده بشويه ميه ورد ساقعين على وشك، حلو قوي، بيقبض المسام كويس جدا، بينقي البشره جامد جدا، بيفتح لون البشره حلو قوي، بيخلي الدوره الدمويه تنشط في البشره، وده طبعا احنا عايزينه علشان يبقى حافز للكولاجين في البشره، وعلشان دايما يخلي وشك رطب ما يطلعش خطوط تعبيريه تمام. الماسك ده اعمله كل قد ايه؟ ماسك التجاعيد هعمله مره واحده بس في الاسبوع مش اكتر. هستخدمه على وشي زي ما اتفقنا، هو معلقه خميره بودر او خميره بيره بتتجاب عادي جدا، وبحط عليه معلقه ميه ورد وعليه بياض البيضه، وبخلطهم كويس جدا وبسيبهم على وشي. هو خد معايا حوالي 10-15 دقيقه هو بس لحد ما ينشف، يعني مجرد ما بينشف خلاص. ما ينفعش ان انا اشده واقشره عشان ما اعملش التهاب للبشره، بروح بشطف بميه بس كده مش اكتر. يا رب الفيديو يبقى خفيف كده عليكم ان شاء الله، ويكون الوصفه ان شاء الله، الوصفه دي لو استمرتوا عليها هتلاقوها ممتازه معاكم. بس المهم استمر على الوصفه، ما ينفعش استخدمها مره واحده، لازم اواظب عليها تمام. الوصفات الطبيعيه يا جماعه لازم بالاستمراريه، ما ينفعش ان انا اعملها مره واحده واقول ما جابتش معايا نتيجه. تابعوني وما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب، واي جروبات بنات بقى عايزاكم تمرمغوا الفيديو ماشي، يعني ترموا يمين وشمال. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ومع السلامه.